عسلامة ياسين الصالحي الممثل الكوميدي، مرحبا بك. عجبنا العرض اليوم، استمتعنا. المسرح التعليمي عنده دور كبير برشا على الشباب. نحن كبرنا على المثل اللي يقول لك علم الأطفال وهم يلعبون. أنا اليوم شفت ممثل كوميدي يعلم في الجمهور نتاعو وهم يضحكون وهذه عجبتني. عايشك مش أمر كلمة يعلم، أنا نحسها كلمة كبيرة برشا. أنا قاعد نحاول إني نمرر رسالة، إن شاء الله نتوفقوا إنه نمروها، وإن شاء الله تكون وصلت يعني للعباد وللجمهور. تخليدها في الذاكرة بطريقة كوميدية راهو سيسير باش تشدوا، هذا كلنا نعرفوه. أنا نشجع إنه ياسين الصالحي يدخل المدارس ويدخل المعاهد ويحاول حتى مع المؤثرين والمربين كيف والأساتذة كيف تتعاونوا بالطريقة الكوميدية. توصلوا حتى الدرس على التاريخ متاعنا اللي مادة يراو فيها مثلا الصغار ديما يخافوا منها وكذا بحكم طريقة حفظهم للمادة هذيك صعيبة. دونك كان تدخل في الكوميديا اللي قدمها أنت ياسين، نتصور باش تلقى نجاح والصغار باش يقدموا ان شاء الله. هو بالضروره يعني هو في الحقيقه ساعه قبل كل شيء احنا رفعوا برشا اساتذه ولا معلمين في تونس قاعدين يقدموا في دروس للتلامذه بطرق ممتازه ومميزه برشا. دونك اللي مش بالضروره كان بطريقه كوميديه، يعني فما برشا عباد قاعده تخدم وتعمل في مجهود باهي باش تخرج معلومه باهيه. مع ذلك يمكن في المستقبل نزيدوا نحاولوا بطرق اخرى ولا بطرق مختلفه العباد المختصه اكثر يعني في المجال وفي البيداغوجيا خاصه نتاع التلامذه انها تحاول تلقى فورمول احسن باش المعلومه توصل للتلميذ احسن. خاطر نتصور انه احنا اليوم في فتره مستحقين انه نعملوا لفته للنظام التعليمي، يعني من قبل ناس مختصين اكثر ويفهموا في الحاجه هذيك اكثر وناس عندهم على البيداغوجيا اكثر. خاطر بالحق يمكن مستحقين لفته للنظام التعليمي باش نجموا نخرجوا جينيراسيون احسن حتى منا احنا ولا من الجينيراسيون اللي قبل. يعطيك الصحة ياسين الصالحي. وطرحك للعنف المسلط على الطفل شدني برشا بالحق، لأنه حاجة مهمة واللي خدمت عليها وزارة المرأة والطفل، وكثيرا ما تطلب فيديوهات معناتها توعوية تحسيسية على العنف، لأنه ثم بعض الأولياء يروا أنه العنف ديما هو تربية، ديما هو تعديل سلوكه هو بالخطأ يخلي الصغير ما يتواصلش معاه كيف قد تركيزه. يا ريت المسرح نتاعك تزيد تتناوله في الناحية الأخرى اللي هي المقاطع الفيديوهات القصيرة، راي تأثيرها قوي في وسط العائلة اللي خلت الأسرة تتشتت. نقص التركيز كما ترى مثلا شفنا واحد من الجمهور قلق في ساعة هذاك راهو الضرر نتاعو هو اللي ريلز اللي نراو فيهم. تاثير تليفون راهو قوي على الاخر. يا ريت يمشيوا للمسرح يتدربوا، تنجم انت تقدم ورشات انت وزملائك ويكون مقترح منكم وبدايه حلوه. وراه انا كي شفت جمهورك اليوم جمهور راهو بالحق تفاعل معاك في الاول قاعدين يسمعوا فيك، لكن من بعدك تفاعلوا ولقاو ما شاء الله ضحكوا وعملوا جو.